ازاي تتعاملي مع عيوب راجل برج الحمل في الحب؟ الفيديو المنتظر اللي الناس كلها منتظراه يا جماعة. راجل برج الحمل الشخصية العصبية، الشخصية اللي مجننة البنات، اللي هدير انا مش عارفة افهمه. عصبي جدا يا هدير، فجأة بيتبارد. هدير كل ده هتكلم فيه النهاردة. لو اول مرة تشوفوني في القناة يا ريت ننزل حالا نعمل لايك والسبسكرايب، ويلا بينا على الفيديو بسرعة علشان ما نضيعش وقت. معاكم هدير. خلينا متفقين ان راجل برج الحمل من الابراج النارية العصبية العاشقة للمغامرات والتغيير، وكل حاجة تكون جديد في جديد. يحب التغيير، يحب كل حاجة تبقى جديدة. طب هدير، اول حاجة، اول عيب، يعني انت تيجي تفتح عينك على برج الحمل كده تلاقيه عصبي. شخص عصبي، شخص روحه في مناخيره، شخص بيتعصب بسرعة، شخص عامل زي يعني انت لو عملت له كده تلاقيه طلع نار من بقه مرة واحدة. اتعامل يا هدير ازاي مع العصبيه بتاعته؟ شخص عصبي جدا، اعمل معاه ايه لما يجي يتعصب عليا؟ حبيبه قلبي، سيبيه، ابعدي عنه، او اسكتي، خليكي هاديه، خليكي بارده، خليه هو يتعصب مشكله عصبيه راجل برج الحمل ان هو حاجه معينه بتضايقه. اوكي، الحاجه دي هو بيترجم الحاجه اللي مضايقاه دي عن طريق ان هو بيقعد يزعق ويهلل، وممكن يشتم، وممكن حاجات كتير جدا. تمام، انت كل اللي هتعمليه ايه؟ اسمعيه. اوكي، لو بيزعق لك في التليفون، انت كذا وانا قلت لا ومش عارفه ايه، وانت. تمام، خلصت؟ اوكي، تمام. انا هسيبك دلوقتي وهكلمك بعدين، بس شكرا. اوعي، حذاري، حذاري تقفي قدامه. اوعي تزعقي زي ما هو بيزعق. اوعي تقفي معاه ند بند. اوعي تعلي صوتك وتحملي بقى، بصي تمسكيه بقى، لا. اوعي تعملي حاجه زي كده بجد. الحمل دواء، او الطريقه الصح اللي تتعاملي فيها في وقت العصبيه انك تسكتي. ليه؟ لان بعد ما بيقعد يتعصب ويطلع اللي جواه بينزل على ما فيش. هو ضميره بقى بيأنبه، بيراجع نفسه، بيحس بغلطه، بيحس ان هو جرحك، بيحس ان هو انا شديت عليها المره دي بس انا بحبها، انا هروح اصلح. هتلاقيه جاي يصالحك على طول لوحده. يعني لو جيت خانق معاك الصبح او قعد يزعق، لو انت بقى قعدتي كده هاديه وخلاص وسمعتيه ونفضتي تمام وبقيتي بارده، هتلاقيه بالليل كلمك قالك انا اسف، حقك عليا، انا بحبك، انا مش عارف ايه. دي التعامل الصح مع راجل برج الحمل. ما تقفيش قدامه وقت عصبيته. عيب تاني على راجل برج الحمل ظاهر جدا، ان هو ناس كتير بتشتكي لي بتقول لي هدير راجل الحمل لما بيجي بيتعصب عليا بيقل ادبه، بيشتم، ممكن يشتمني بامي، ممكن يهني، ممكن يتكلم على كلام مش كويس، يعني يغلط بالكلام، يلخبط، يلخبط في الكلام. يقول عني انتي وانتي وانتي ومش عارفه ايه وبتاع والكلام دوت. وبعدين بيجي يصالحني اخر اليوم او بعدها بيومين او يوم. هل ده صح ان هو يقعد يغلط فيا واسكت؟ الحل تتعاملي ازاي؟ انت اول العلاقه خالص من الاول ده الصح. لقيتيه غلط فيكي، لقيتيه قل ادبه عليكي، لقيتيه ان هو شتمك، لقيتيه ان هو مستوى الاحترام بينكم مبقاش موجود، لازم تاخدي موقف. طبعا انا بكلم الناس اللي لسه داخله علاقه جديد مع راجل برج الحمل. حلو، الفيديو اللي قبل دوت طبعا انا اتكلمت على عيوب راجل برج الحمل في الحب، اتفرجوا عليه. حلو. آه، لازم تاخدي موقف. ازاي هدير اخد موقف لما يجي يعمل كده؟ تاخدي موقف ان انت برضو تسكتي، تسكتي وتتقمسي وتسكتي خالص. اوكي تمام، انا كمان غبيه، انا كمان كذا، تمام تمام، واسكتي خالص، ما ترديش عليه. الموضوع ده اصلا بيفلفله، بيخليه انت بترديش ليه. لا، هو ده الاسلوب الصح، انك انت تسكتي، ما ترديش عليه وتتقمسي بقى وتاخدي جنب لحد ما. لازم تاخدي موقف، لازم تعلميه من الاول خالص ان انت ما ينفعش ان انت تتكلم معايا بالاسلوب ده، ما ينفعش ان انت تشتمني، لازم تحترمني مهما حصل، مهما جرى، مهما اتخانقنا، مهما قطعنا بعض، تحترمني. اوكي، فالموضوع ده انت لازم تعمليه من الاول. ما ينفعش ان انت اول مره تسيبيه يغلط ويجي يصالحك تصالحيه، ومره تانية يجي يغلط تروح يجي يصالحك وتصالحيه، وهكذا، وتيجي في المره العاشره ولا حاجه تقولي انا هاخد موقف. لا، من الاول.
من الأول عشان يعرف إن أنا غلطت، فأنا لأ، أنا أخلّي بالي من كلامي وأنا باتكلّم معاكِ، خلاص؟ تالت عيب من عيوب راجل برج الحمل التملُّك والغيرة. راجل برج الحمل لمّا بييجي بيحب يتملّك البنت اللي معاه وبيغير عليها جدًا يا جماعة، بيغير عليها من الهوا، لو الهوا كده عمل شعرها كده بيغير من الهوا، ممكن يتخانق مع الهوا من كتر ما هو بيغير عليها. هو مش غيرة اللي هو إيه، هو تملُّك. أنا ما احبش حد، أنتِ خلاص بقيتِ بتاعتي، فما احبش حد خالص إن هو يبُص لِك بصّة أو أنتِ تعملي حركة مش كويسة، اتعصّب جدًا. طَب هادير أعمل إيه، هادير مع الغيرة الفظيعة اللي هو بيغيرها عليّا دي، برضه نفس الموضوع، تسكتي وما تحاوليش تعملي حاجة تثيري غيرته بيها، لإن هو هيقلب الدنيا، هيقلب الدنيا حرفيًا. فالحَمَل لأ، ابعدي، حاولي إن أنتِ لو بتحبيه هتستحمليه لبس معيّن، قال لِك ما تلبسيهوش، ما تلبسيهوش، ما هو أنتِ بتحبيه، فلازم تعملي الحاجات اللي هو بيحبها منِّك، وهو كمان لازم يعمل الحاجات اللي أنتِ بتحبيها، خلاص يعني الموضوع لازم يكون من الطرفين، تمام؟ في حاجة مهمة جدًا، اوعي تكدبي على راجل برج الحمل، اوعي تكدبي، قولي له الصراحة، لو في حاجة قولي له أنا عايزة أتكلم معاك في موضوع 1، 2، 3، 4 خليكِ صريحة. اوعي تكدبي، لإن راجل برج الحمل من الأبراج الصريحة جدًا، اللي بتقول للأعور أنت أعور في وشه، ما بيهابش وما بيخافش، وجريء جدًا، جريء أكتر مما تتصوري، تمام؟ فهو يعني أول لمّا يشوف إن أنتِ بتكدبي عليه، الموضوع فعلًا هيستنقصِك، أنتِ ليه بتكدبي؟ إيه اللي يخلّيكِ تكدبي؟ وليه؟ وعشان إيه تكدبي؟ النقطة رقم 5 هدير راجل برج الحمل بيبعد ويرجع، بيبعد ويرجع، ليه؟ أنا هاقول لكم ليه يا جماعة راجل برج الحمل بيروح ويرجع، بيروح ويرجع، علشان بيتمل، بيزهق، أيوه، جماعة شخصية راجل برج الحمل شخصية ملولة، شخصية بتزهق، شخصية بتتخنق، شخصية بتحب التغيير، يحب يغيّر، يحب يشوف ده ويشوف ده ويشوف ده ويشوف حاجات جديدة ويشوف بيزهق، بيشوف إن أنتِ ما عندكيش حاجة جديدة تقدّميها، بيشوف إن أنتِ خلاص خرج معاكِ وراح معاكِ وجه معاكِ ومش عارفة إيه وبتاع، قال أنا زهقت. فاللي هو شايفِك أنتِ زي ما أنتِ، كل يوم نفس الشكل، نفس مش عارفة إيه، روتينِك صباح الخير، كل يوم صباح الخير، نفس أسلوبِك، نفس طريقتِك، أنتِ مش بتغيّري بقى، ما فيش حاجة جديدة، يعني لأ، هو عشان كده هتلاقيه بينفّض، بيسيبِك، بيزهق. الحل مع الموضوع ده إيه؟ الحل الحل مع الموضوع ده إيه؟ الحل إن أنتِ تغيّري من نَفْسِك على طول مع راجل برج الحمل، تغيّري من ستايلِك، تغيّري من شكلِك كل فترة، تغيّري من حتى طريقة كلامِك معاه، يعني الصبح مثلًا بتقولي له صباح الخير يا حبيبي، غيّري صباح الفل، صباح العنابة على عيونك يا أحلى من الكباب، أي كلام، غيّري غي غ لو غيّرتِ أسلوبِك وطريقتِك والله هيحبِّك أوي، مش يعني هيحس إن في حاجة جديدة كده، حاجة جديدة كده، توابل جديدة في العلاقة، هيمسك فيكِ أكتر. لكن طول ما أنتِ زي ما أنتِ، زي ما أنتِ، ده إيه القرف ده، أنا اتخنقت، أنا عايزة أشوف حاجة جديدة، فهتلاقيه بيبعد، خلاص؟ فهي دي النقطة وهي دي الزتونة وهي دي أكتر شكوى بتيجي لي من البنات اللي مرتبطة من راجل برج الحمل، هدير بيمشي وبيرجع، بيمشي وبيسيبني أنا. جماعة أنا هافهّمكم استراتيجية راجل برج الحمل، راجل برج الحمل أول لمّا بيرتبط بواحدة هو ما بيضيّعش وقت، يعني إيه ما بيضيّعش وقت؟ يعني هو بيشوفِك، بيُعجب بشكلِك، أول حاجة عينيه، شكلِك حلو لذيذة بنت مجنونة كده وعسل وخفيفة ظريفة ولطيفة، ضحكتِك حلوة بتاع، هوبا ييجي يقول لِك أنا معجب بيكِ أوي على فكرة وبتاع، وتلاقيه بقى فاهمة الاهتمام بيدوس اهتمام للصبح، اهتمام بس، أوكي؟ هتلاقيه من تاني يوم أو من تالت يوم بسرعة جدًا، أنا باحبِك، أنا مش عارف ما بيضيّعش وقت يا جماعة، وراجل برج الحمل على قد ما هو بيرتبط بسرعة جدًا، على قد ما هو بيسيب بسرعة جدًا، فأنتِ تخلّي بالِك من النقطة دي وتخلّي بالِك من الفخ ده، جماعة الموضوع ده حقيقي، الحمل ما بيضيّعش وقت،
عشان كده لما تيجوا تشوفوا اصحاب برج الحمل هتلاقوهم بيرتبطوا كتير جدا جدا جدا. بيرتبطوا بدي وبيسيبوها، يرتبطوا بدي ليه؟ لان هما بيزهقوا. انا قلت راجل برج الحمل ملول، حلو، فبيزهقوا، فاللي هو ارتبط بدي شويه خلاص زهقت منها ادور على التانية، واحده جديده فيها حاجه غريبه جديده، اوه ماي جاد انا معجب بيكي هرتبط بيكي شويه، يسيبها شهر شهرين، يسيبها شهر شهرين، يسيب، وهكذا لحد ما تيجي واحده بقى هي دي اللي تعذبه. وراجل برج الحمل بطبيعته يحب البنت الصعبه، البنت بقى اللي ايه، قطاره كده، عارفين القطاره دي اللي يقعد يجري وراها لحد ما يتمكن منها. تجننه بقى شويه، تضحك تهزر، تديله ريق شويه، تهزر معاه تضحك، تنفض له شويه، تيجي معاه شويه تنفض له شويه، وهكذا. عرفتوا التعامل ازاي مع راجل برج الحمل؟ ومشكلة ان حتى مع البنت الصعبة دي برضو لو هي حبته برضو بتاخد وقت، يعني هي خلاص بتاخد وقت برضو. مشكلة يا جماعة ان يعني هقول لكم على حاجة والله اكتشفتها في 80% من اصحاب برج الحمل، 80%، 20% لا 80%. رجال برج الحمل بيرتبطوا كتير جدا جدا جدا، وفي الاخر بيتجوزوا يا بنت خالتهم، يا بنت عمهم، يا اللي امه جايبها له. شكرا. من الاخر انا بجيب لكم الزتونه مع الحمل بالذات. ايوه، هو بيزهق، هو خلاص انا مجرب الدنيا كلها ومش واثق في حد، ورحت وجيت ولفيت وبتاع، والحمل كده على فكره جدا خلاص. بس في الاخر انا سلمت، هاتي لي يا ماما العروسه اللي انت شايفاها لي مناسبه، تمام، عجبتني، شكلها حلو لذيذ، يلا بينا هوبا اتجوزها. طيب راجل برج الحمل برضو من الابراج اللي لما تيجي تقولك انا حاسس ان انا عايزه اخد فتره كده شويه، انا عايزه امشي، انا محتاجه ارتاح، انا محتاجه اخد مساحتي، انا حاسس ان انا مش هقدر ان احنا نكمل مع بعض، انا، وتلاقيه فجاه اختفى خلاص. اول لما يجي يقولك انا حاسس ان انا عايزه ابعد شويه او اخد مساحتي او افصل، قول له اوكي. ده الرد، ده الرد اللي ترديه عليه. اوكي انا كمان شايفه ان انت لازم ان انت تفصل، وانا كمان بصراحه عايزه افصل برضه. هتلاقيه اتجنن، هتلاقيه ايه ده انت كمان عايزه تفصلي بجد؟ انت ازاي انت؟ اللي هو عنده حته لو انا اللي اقول انا اللي افصل، مش انت اللي زهقتي مني، مستحيل تزهقي مني. هتلاقيه يقول لك والله بجد انت زهقتي برضه عايزه تفصلي، خلاص تمام تمام اوكي. هتلاقيه بعد يوم يومين بالكتير قوي، اسبوعين، وهتلاقيه يرجع لك تاني، وهتقولوا هدير قالت. اهم حاجه لما يجي يقول لك انا عايزه افصل شويه او عايزه ابعد شويه او عايزه اخد مساحتي شويه، ما تروحيش تجري ورا تقول لا وازاي واللي ما بيننا والظروف والجوابات، ما تعمليش كده خالص، ما تعمليش كده خالص. هي دي الطريقه الصح اللي تعمليها، هيرجع لك تاني. وعلى فكره راجل برج الحمل من الابراج برضو اللي لما بتيجي تنهي علاقه مش بتنهيها انتهاء يعني جذري، لا بيسيبوا باب موارب كده، اللي هو مثلا انتوا الاتنين بتكونوا بتتكلموا زي الفل مع بعض بالليل، تاني يوم تلاقيه اختفى مرة واحدة، يختفي تماما، وبعدها مثلا بشهرين ولا حاجة تلاقيه رجع لك تاني. هو انا ما عملتلكيش حاجة، انا حصل لي ظرف، انا ابوه ما اعرفش حصل له ايه، انا اعمل لك اي حوار، تمام. هو ما بيختفيش اختفاء مرة واحدة كده يعني بسبب، لا هو مش هيقول لك حاجة عشان يضمن ان هو يرجع تاني لما يزهق من اللي معاه. وللأسف دي مشكلة فظيعة مع الحمل. طب تتعاملي ازاي بقى مع موضوع ان هو كان حلو وكويس معايا جدا وفجأة اختفى وبعد شهرين رجع لي تاني؟ اعمل ايه؟ الموضوع ده يرجع لك انت، يرجع لك انت. هل انت عايزه ترجعيه، ترجعي له ولسه بتحبيه، ولا انت كرامتك ناقحه عليكي واللي هو انت لسه بتحبيه بس عايزه تعلميه الادب شويه؟ انا مع الرأي ده. يعني انت لو انت لسه بتحبيه بس عايزه تلوديه شويه وتخليه يعرف قيمتك، لا ترجعيلوش على طول كده، ما ترديش عليه في الاول، اديله كده كلمه في العظم، وبعدين حاولي انك تردي عليه بالقطاره، عارفين ان انت مشغوله. يعني يجي يقول لك انت ما ترديش عليا وانا مشغوله، على فكره اشتغلت شغل جديد بعمل حاجه، هيقول لك شغل ايه ما ترديش عليه، يقول له طيب تتعاملي بقى ازاي مع النفور والتجاهل تخليكي بارده، ولا اي ردة فعل، هيلف يلف وبيرجع. الحمل بيرجع جدا يا جماعه، الحمل بيرجع جدا، بس يشوفك حلويتي كده، حلويتي وبقيتي احلى مما كنت معاه. خليكي متغيرة، خليكي متطورة، خليكي حلوة، بتزدادي حلاوة. اهتم بنفسك قوي قوي وخليكي متطورة، خليكي ذكية.
برج الحمل يحب البنت اللي تشاركه اهتماماته، تقول له يلا بينا نلعب معرفش فين، يلا بينا نروح حتة جديدة، يلا بينا مش عارفة ايه، والله يموت فيكي. لو انتي واحدة مجنونة كده وبتحبي تروحي حتت جديدة وتتعرفي على ثقافات جديدة وتقولوا بص انا لقيت ايه، تعالى نشوف مش عارفة ايه، في حاجة جديدة او تعالى نستكشفها مع بعض، يحبك ويموت فيكي. هيري ليه انك مجنونة وعاقلة في نفس الوقت وعندك أنوثة. شايفين الميكس ده، الميكس الجميل ده، هو ده البنت أو هي دي البنت اللي يحبها ويعشقها راجل برج الحمل. ولازم تخلي بالك من الموضوع ده، راجل برج الحمل متعدد العلاقات وبيحب يجرب كل حاجة جديدة. وتاني هقولها لكم، راجل برج الحمل لما بيسيب بيرجع جدا يا جماعة. لو عايزين نعمل لكم حلقة ازاي ترجعي راجل برج الحمل اكتبوا لي في الكومنتات. الناس اللي ما عملتش لايك تعمل لايك، واللي ما عملش سبسكرايب ينزل يعمل سبسكرايب. وكان معاكم هدير. معاكم هدير.